في حد طلب مني قبل كده على يوتيوب ان انا، او في الرسائل او في التعليقات مش متذكر، ان انا اقول الفرق ما بين كلمة اير لان ليها 4 اشكال. طيب انا عندي فعلا 4 اير، انا هعرفهم منين؟ الموضوع ده مهم جدا، خلي بالك. بص، اولا اير دي انا قصدي بيها انتم، يبقى ده عبارة عن بيرسونال برونومن. طيب امال اير دي معناها ايه؟ معناها ملكها، وده معناها ملكهم. طب وبعدين انا كده ده وده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوسيسيف برونوم، يعني ضمائر ملكية. ده ضمير شخصي، ده ضمير ملكية. امال ايه الاخيرة دي معناها ايه؟ معناها هي. تصور اير معناها هي، زي في الانجليزي كلمة هير. ده برضو عبارة عن، بص بقى هتستغرب قوي، بيرسونال برونومن، ضمير شخصي، بتكلم على واحدة. طب ما تفهمني كده يا هير، انا هفرق بينهم ازاي بشكل بسيط؟ يا راجل دي مش حاجة خالص. اول واحدة دي اللي معناها انتم، بيجي بعدها فعل. لا نغير الخط بقى، نغير اللون، انا بحب الون بصراحة. دي يا سيدي بيجي بعدها فعل اخره تي، بعدها فعل اخره تي. هقول لك مثلا فو، او قبلها. يعني لو انا بتكلم مع مجموعه من الناس جوه السؤال غالبا، فبقول هو انتوا ساكنين فين؟ فو فونت ايه؟ هو انتوا اساميكوا ايه؟ في هايست ايه؟ لو انا قابلت مجموعه من الاطفال ولا حاجه. لكن كلمه ملكها وملكهم لا، بيجي بعدها اسم نومن. يعني بقول مثلا بطنها ايه باوخ، او باباهم ايه فاتا. فاهم كده الفرق بينهم؟ وطبعا الاسم بيبدأ بكابيتال، قلنا الكلام ده كتير. طب واير اللي معناها هي؟ لا بقى، دي في حالة الداتيف. يعني ايه في حالة الداتيف؟ معلش نقول مثال كده سريع. لما اجي اقول لحضرتك مثلا ايش، او مثلا خلينا نجيبه من اوله شوية، هقول لك مثلا مايني موتا ماما هات مورجن، بكرة عندها جيبوتستاج، بكرة عندها عيد ميلاد. يلا ركز بقى. بعد كده اروح قايل لك ايش كوفي، حط كومة بس هنا، ايش كوفي نقط اينجشنك، هشتري لها هدية. ماما عيد ميلادها بكرة وانا هشتري لها هدية، فانا عايز اقول هي بس في حالة المفعول الداتيف، ففي الحالة دي هقول ايه، مش هينفع اقول زي. يبقى هم دول ال4 اير اللي عندنا. يلا يا عم كده، ده اصلا احنا في فيديو بنشرح لطلبة ثالثة ثانوي على المنصة ضمائر الملكية كلها، بس في وسط ما انا بشرح افتكرت الملحوظة دي ان حد طلبها مني، وعلشان كده خصصت لها جزء خاص، وحتى هنزلها على يوتيوب عشان خاطر تبقى الاستفادة للكل ان شاء الله تعالى. نرجع لحصتنا تاني اللي هي 4 اير كده انت عرفتهم. اخر حاجة ازاي المحايد ليه ضمير ملكية. لو انا بتكلم مثلا على das Kind او das Mädchen،